استنى لحظه، لو الزمالك كسب 3 ماتشات بس من ال6 اللي جايين ممكن ياخد الدوري. اه والله زي ما سمعت كده. طريق الزمالك للدرع قريب جدا، اقرب مما الناس متخيله، بس في شرط واحد خطير. لو انت زملكاوي فخليني اقول لك ببساطه وبكل وضوح ايه طريق الزمالك عشان يفوز بالدوري السنه دي. الزمالك داخل مجموعه التتويج في الدوري وهو عنده 43 نقطه متصدر بيهم جدول الترتيب، متساوي مع بيراميدز والاهلي وراهم ب 40 نقطه. يعني البطوله كلها يعني ممكن تتحسم في 6 مباريات، منهم 3 ماتشات دول اساسي. مشوار الزمالك هيبدا بماتش المصري وبعده مواجهه بيراميدز وبعدين انبي وبعد كده لقاء القمه قدام الاهلي وفي الاخر سموحه وسيراميكا. القرعه صدقوني يا جماعه القرعه مش وحشه، مش وحشه خالص. اصعب ماتشين قدام بيراميدز والاهلي في نص المشوار وبعدهم ماتشين اقل صعوبه بتوع سيراميكا وسموحه. طيب الزمالك يعمل ايه عشان يكسب الدوري؟ السيناريو الاقرب ان الزمالك يكسب 3 ماتشات مهمين جدا، المصري وانبي وسموحه، دول لازم تكسبهم لازم تكسبهم. طيب هيتبقى 3 ماتشات، نعمل ايه بقى؟ نطلع بنتيجه ايجابيه قدام بيراميدز والاهلي. ايجابيه يعني ايه؟ ايجابيه يعني ما نخسرش، يعني يا تكسب يا على الاقل تقدير تتعادل. حلو قوي كده. طيب لو تعادلنا فيهم يبقى انا لو كسبت اول 3 ماتشات اللي قلنا عليهم بتوع المصري وانبي وسموحه عندي 9 بونت، وخدت بونت من بيراميدز 10، وخدت بونت من الاهلي، ادي كده 11. تمام كده. لو قدرت احقق ال 11 نقطه دول انا معايا كام؟ معايا 43 نقطه، يبقى انا هفنش وقتها على 54 نقطه او 55 نقطه او 56 نقطه. ساعتها هيبقى قريب جدا، هبقى قريب جدا من لقب الدوري. طيب خلينا نبقى واضحين، في ماتشين ممكن يحددوا مصير البطوله دي كلها. ايه هي؟ ماتش الزمالك مع بيراميدز اللي هي مواجهه مباشره على الصداره، وماتش القمه مع الاهلي، لان الماتش ده ممكن يقلب ترتيب الجدول بالكامل. طيب باختصار في طريق الزمالك انا شايفه مش صعب، والقرعه ما صعبتش الامور علينا، بل بالعكس. فاحنا بنقول ان الزمالك لو قدر يعمل كده فالدرع ان شاء الله في 100 عقبه. ايه هو تاني مراجعه سريعه اللي قلناه؟ الزمالك لازم 3 ماتشات يكسبهم، المصري سموحه انبي، دول 3 ماتشات لازم تكسبهم ب9 بونت. يبقى التارجت بتاعنا 3 ماتشات ب9 بونت. ده الفرق اللي لازم اكسبها. عندي فرقتين، بيراميدز والاهلي، ما اخسرش منهم، ما اخسرش من بيراميدز ولا الاهلي، اطلع على الاقل بنقطه من هنا ونقطه من هنا، انا كده جبت ال11 بتوعي، وخسرت المنافس المباشر بتاعي النقطتين، وخسرت المنافس الثاني بتاعي الثالث اللي هو الاهلي خسرته نقطتين، وبالتالي انا برضو متصدر الترتيب. يا جماعه والله العظيم القرعه مش وحشه، والامور يعني بفضل الله تعالى، والله العظيم الدوري بينادينا، اقسم بالله بينادينا. يعني انا شايف ان الدوري ماشي في سكتنا، بس نعمل اللي علينا وناخدها ستيب باي ستيب. كل ماتش انا عايز منه ايه؟ الماتش اللي لازم اكسبه اموت نفسي عشان اكسبه، بالذوق بالعافيه اكسبه. الماتش اللي ممكن ان انا اطلع فيه بنقطه اموت نفسي ان ما اخسرش، اموت نفسي ان ما اخسرش. قدرت اكسب خير، ما قدرتش اكسب يبقى ما اخسرش. تمام. طيب ده يعني التحليل بتاعي ده انا مبدئيا كده قبل ما اقوله، والله انا دخلت يعني دخلت على الاي اي وعملت تحليل للفرق بمساراتها في الدور الثاني. يعني جبت القرعه، نتيجه القرعه، وعرضتها على كذا موقع اي اي، وبدات اقول له شوف لي مسار الفرق، مين مسار اصعب ومين مسار الاسهل ومين المسار اللي ممكن يخدم فريق ومين مساره ما يخدمش وبتاع. فوجئت ان جميع المواقع بتاعت الاي اي قايله لي ان مسار الزمالك هو اسهل مسار وافضل مسار، لان انت هتبدا بماتش ان شاء الله في المتناول، ماتش المصري ان شاء الله في المتناول. تمام. وهتختم بماتشين سموحه وسيراميكا. تمام. انت في النص هتلعب مع الاهلي وبيراميدز. الماتشات الفيصليه هي دي اللي هتحدد الدوري. عشان كده يا جماعه انا بقول ايه، يعني ربنا يسهل الحال كده ونقدر ان احنا ان شاء الله نكسب ونفوز.